الحلقه دي حاولت اعمل فيها تجربه كان نفسي اعملها من زمان، من بدايه الشو ده، وهي اني اتفرج على الماتش بس ما اتفرجش على اي حاجه تانية، لا اتابع سوشيال ميديا ولا اتفرج على عناوين اخبار. انا مجرد شفت الماتش، كونت رايي فيه، كتبت الراي ده على الورق وبصوره دلوقتي لحضراتكم. يا رب التجربه دي تعجبكم. من الزمالك رايح للزمالك جاي، في حاجات كتيره اتغيرت. النتيجه مش منهم، بس في حاجات كتيره اتغيرت. الاسبوع 23 والدوري قرب يخلص، والسيد خالد القماش بيرجع تاني للمباراه اللي بدا منها فعليا طريقه مع النادي الاسماعيلي، عشان يبدا خالد القماش طريق بترو سبورت بالتشكيل الاساسي ده، التشكيل اللي اللعيبه فيه مرتاحه وكان فيه توقف طويل وكل العناصر تقريبا متوفره له، فواضح جدا ان دي ال11 المثلى لخالد القماش في الاسماعيلي. وفي المثلى هتلاقي مروان محسن مسنود بلاعب جوه منطقه ال18 ايا كان اللاعب ده، علشان يقدر هو يستمتع بحريه الحركه اللي اتكلمنا عليها قبل كده في حلقات كتير. واحمد سمير وطارق جبري بيكملوا الثلاثه اللي تحت الواحد في ال4-2-3-1 اللي خط وسطها تقريبا بيعتمد بشكل كلي على محمد فتحي في اي حاجه تخص الدفاع فيه. وهنا يجي دور الشكل التوضيحي بالفويس اوفر صفحه 11. بدأنا بريكورد مكتوب فيه إن آخر ماتش خسارة، وإننا ما بين السادس والخامس، وإن أي حاجة تيجي من ريحة الحبايب غير الخسارة هنبوس إيدينا وش وظهر ونصلي ركعتين شكر كمان. لاحظ إني قلت إننا بدأنا، قصدي جمهور، لان من صفات الشوط الاول قدام الزمالك اللعيبه بدات بعقليه تانية خالص، ميكس كده ما بين تعويض خساره الاتحاد واحساسك لما يجي ليله الامتحان تكتشف ان الامتحان بكره وانك ما ذاكرتش اي حاجه. اهو انا حسيت ان اللعيبه دخلت بترو سبورت لاول مره يكتشفوا ان الدوري قرب يخلص واننا لازم نعمل حاجه. ضغط عالي على الزمالك معاه هدوء في الباس لما ناخد الكوره، وراهم جمل فنيه وتحرك عبقري بدون كوره من الفرقتين. لاول مره من سنين تشوف فرقتين في نفس الملعب في الدوري المصري بيعملوه. كلام جميل وكوره جميله من الفرقتين كانت لازم هتقطع التعادل اللي ما كانش سلبي خالص بجول في ناحيه من الناحيتين. وبعد ما فشل ايمان والبناهيني انه يضيع الكوره اللي عملها من بدايتها وراح يستلمها قدام الجون كانه مهاجم عادي، كان الهدف الاول على قلبي احلى لفه لهديه قدمها الفرقتين لاي حد اتفرج على اول نص ساعه حتى ولو ما كانش بيشجعهم. اظن حتى لو ما شفتش الماتش خبرتك كمواطن مصري تؤهلك الى انك تعرف ان الكلام ده ما كانش هيستمر. فاولات، استعجال، خناقات، كل نقلتين وراهم صفاره، بناهيني بياكلوا صحابه وكأن فجأة افتكر ال 22 لعيب انهم مصريين وانهم بيلعبوا على النقر بتاعة بترو سبورت مش الكامب نو، وان الضرب في المشجع الميت من الاداء المصري مش حرام. ومن الدقيقة 40 لنهاية الماتش والاداء مفيش سكريبت ممكن يطلع من دماغي يكون ابلغ في وصفه من مقال طارق حامد. ايجابيات فوزنا على الزمالك. اولا رد الفعل السريع. في كذا لقطه في الماتش ده كنا بنشوف التركيز وردود الفعل السريعه على كرات الزمالك، كل ده كان بيحل محل التوهان والتمركز الغلط المعتاد قبل كده في الماتشات بتاعه الدوري. الايجابيه الاولى دي ظهرت فعلا بشكل كبير لما طلع سعد حسني ورجعنا نقفل وندافع مجبرين، والايجابيه الثانيه هي سعد حسني وبهاء مجدي. وقت الهجوم كانوا موجودين ووقت الدفاع كانوا مساندين. اي كلمه حلوه اتقالت على سعد حسني وبهاء مجدي في اي حلقه من الشو ده من ساعه بدايته، ارجع للماتش بتاع الحلقه دي هتلاقيهم ادوا بنفس شكل مباراه الاسبوع ده في المباراه دي. اداء سعد حسني في الشوط الاول خلاه في الايجابيه الثانيه في المباراه دي، اما خروجه من المباراه ففتح الباب قدام الايجابيه الثالثه. الشو ابو الشو اللي فضحنا في الفضائيات حبيبي. بغض النظر عن كل اللي حصل ده فانا اعتبرت شوقي السعيد كايجابيه. نقل شوقي السعيد كباك يمين ودخول عماد حمدي مكانه كقلب دفاع بعد خروج سعد حسني من المباراه كان لوحده مخاطره، وخصوصا ان احنا مش هنكذب على بعض كنا عارفين ان من ساعتها المباراه هتبقى كلها في منطقه جزائنا. بس اداء شوقي السعيد الاسبوع ده في بترو سبورت فكرني اول لما جه خالص لما كان طالع له هتاف بيقول شوقي باك مش مساك. الايجابيه الرابعه طارق جبرين وتحول اللعب. كون ان طارق جبرين قدم مباراه محترمه تليق بالمستوى اللي هو جه بين النادي الاسماعيلي في الاول خالص فدي حاجه ما حصلتش من زمان ويستاهل التحيه عليها. بس كون ان الاسماعيلي بينقل الهجمه بلمستين ثلاثه مرورا بخط الوسط وصولا للمهاجم ويكون عندنا صانع لعب فعلا من العمق، دي حاجه ما حصلتش الموسم ده خالص. متابع الشو ده عارف كويس ان لو في ريحه سلبيه في المباراه بنجيبها وبنقولها، بس فعلا في مباراه الزمالك كل ما كنت بدور على سلبيه كنت بلاقي ايجابيه ثانيه بتعوضها
المباراه في مكانها. عشان كده مباراه الزمالك في وجهه نظري ما كانش ليها سلبيات ما اتصلحتش. اما عن رجل المباراه دي فهو في وجهه نظري لاول مره في الكره لونها اصفر اتنين متساويين، اتنين في بترو سبورت كانوا هم على قمه الدراويش. بهاء مجدي اللي بيرجع بعد موسم ونص تقريبا يفوز بلقب نجم المباراه في الكره لونها اصفر، ومحمد فتحي خط الوسط المدافع الشاب اللي وعدنا باداء كبير جدا مش هننساه بسهوله. اما عن تقسيمه المباراه دي فهي في وجهه نظري هي 20 دقيقه للدراويش، 60 دقيقه استحواذ وسيطره للزمالك كانت سلبيه، و10 دقائق خناقات. مرة تانية بنفوز على الزمالك في بطولة الدوري دي، ومرة تانية الزمالك بيعمل كل الغلطات الممكنة في الموسم قدامنا، بس دي حاجة تتساب لمشجع الزملكاوي ما تخصنيش. فهل يا سيد خالد ويا لاعبين المحترمين هتأدوا بنفس الروح وبنفس الدافع ده في كل المباريات الجاية، ولا هتكرروا نفس السيناريو هو اللي حصل من الزمالك رايح لحد الزمالك جاي؟ بعد ما تشرفني جدا برأيك في المباراة في الكومنتات، يا ريت تجاوبني على سؤال الحلقة، وسؤال الحلقة هو ايه هي النصيحة، لو عندك نصيحة واحدة بس توجهها لخالد القماش ولاعيبته لما هم يبقوا مكان الزمالك ويبقوا مطالبين ان هم يجيبوا 90 دقيقة عشان نأدي أداء زي اللي شفناه في أول تلت ساعة في بترو سبورت وأحسن منه كمان. بعتذر لحضراتكم على فترة توقف البرنامج، في فيديو تحت في الديسكريبشن أو في الكومنتات لو بتتفرج على الفيسبوك بيشرح كل اللي حصل من أوله لآخره، ولحد ما نشوف بعض المرة الجاية ربنا بإذنه يجمعنا على حب الإسماعيلي. شي كدري في القالولو حب نادية وحب لولو